حبايبنا طلاب الصف الاول الثانوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وكويسين، ويوصل لكم ان شاء الله الفيديو ده وانتم بخير وصحه وسعاده. معاكم مستر محمود نصار، مدرس التاريخ للثانويه العامه. والنهارده ان شاء الله داخلين مع بعض في رابع درس معانا في تاريخ الصف الاول الثانوي بعنوان الحضاره الرومانيه. اولا يا شباب، انا بعتذر لكم جدا جدا على التاخير، ولكن الواحد والله كان تعبان شويه. احنا شايفين الجو مره حر ومره برد ومحدش فاهم اي حاجه للجو ده. احنا يا شباب باذن الله النهارده هنبدا نتكلم مع بعض عن رابع درس معانا في التاريخ بعنوان الحضاره الرومانيه، اخر حضارات العالم القديم. قبل ما اتكلم عن الدرس وقبل ما اعرفك اي حاجه، انا عايز بس اقول لك معلومه مهمه. فاكر لما قلت لك ان احنا عندنا قاره اوروبا قامت فيها حضارتين مهمين جدا، وقلت لك ان اول واكبر حضاره قامت في اوروبا هي الحضاره اليونانيه او الاغريقيه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، وتاني حضاره هي الحضاره اللي احنا النهارده باذن الله هنتكلم عنها يا ابطال، وهي الحضاره الرومانيه. انا عايز بس اوصل لك معلومه صغيره، ان الحضاره الرومانيه قامت على اكتاف الحضاره اليونانيه. يعني ايه؟ يعني الرومان خدوا العلوم اللي وصل لها اليونانيين وبداوا يطوروا فيها ويعملوا الحضاره بتاعتهم. طب ارجع كده معايا، انا قلت لك ان الحضاره اليونانيه اصلها ايه؟ افتكر. تقول لي اصلها شرقي، لما الناس اللي كانت في كريت وقبرص بداوا ان هم يتواصلوا معانا وينقلوا العلوم بتاعتنا ويودوها على اليونانيين علشان يعملوا الحضاره بتاعتهم. يعني معنى كده ان الحضاره الاغريقيه او اليونانيه اصلها ايه؟ شرقي. ولسه قايل لك ان الحضاره الرومانيه قامت على اكتاف الحضاره اليونانيه. يبقى معنى كده ان الحضاره الرومانيه اللي احنا النهارده ان شاء الله هنبدا نتكلم عنها برضو اصلها اصل شرقي. ليه؟ لان هي قامت على اكتاف الحضاره اليونانيه، واليونانيين الحضاره بتاعتهم اصلها من عندنا من الشرق. يبقى الحضاره الرومانيه هي كمان اصلها شرقي. طب مستر، هو احنا هنتكلم في ايه في درسنا ده؟ اقول لك والله انا هبدا اكلمك عن مدينه صغيره اسمها مدينه روما، واقول لك ان المدينه دي تم انشائها في القرن الثامن قبل الميلاد، تحديدا سنه 753. وهبدا افهمك ازاي المدينه الصغيره اللي احنا شايفينها قدام عينينا دي بدات تتوسع وتعمل دوله وامبراطوريه كبيره بالشكل ده، لغايه ما اصبحت اقوى امبراطوريه في العالم القديم كله. خلي بالك ان الخريطه دي في غايه الاهميه، والعبد لله مش هيشرحها لك في اول الفيديو، لا، احنا هنبدا ندخل في درسنا على طول، واحنا شغالين مع بعض هنبدا نرجع كل شويه للخريطه علشان ناخد اهم الاستنتاجات اللي فيها. بصوا يا ابطال، انت عندك اول حاجه لازم تعرفها ان مدينه روما تم تاسيسها في القرن الثامن قبل الميلاد، تحديدا سنه 753. انا عايز اقول لك ان مدينه روما من ساعه ما تم تاسيسها وهي مش سايبه حد في حاله، عماله تدخل في حروب مع الكل حرفيا. واول حروب هتقوم بها مدينه روما هي حروبها مع جيرانها في شبه جزيره ايطاليا، وتقدر روما ان هي تنتصر عليهم. وخلي بالك ان الحروب اللي عملتها روما مع جيرانها في شبه الجزيره الايطاليه دي احنا بنقول عليها البدايه الحقيقيه للامبراطوريه الرومانيه، ودي اوعى تنساها بالله عليك. يبقى البدايه الحقيقيه للامبراطوريه الرومانيه هي انتصار روما على جيرانها في شبه جزيره ايطاليا. وخلي بالك ان بعد ما روما قدرت ان هي تسيطر بالكامل على شبه جزيره ايطاليا ما وقفتش هنا، لا، ده بدات روما تدخل في حروب مع مدينه اتكلمنا عنها قبل كده، وهي مدينه هنا يا ابطال اسمها مدينه قرطاجه. فاكر لما قلت لك ان مدينه قرطاجه اسسها وعملها عندنا الفينيقيين، وبدات مدينه قرطاجه تتقدم لغايه ما بقت متقدمه واقوى من المدن الفينيقيه الاصليه. ارجع للكلام ده فاكره؟ اهو انت عندك مدينه قرطاجه كانت عامله صداع للرومان، والرومان كانوا عاملين صداع لمدينه قرطاجه، فعلشان كده هتقوم حروب ما بينهم تستمر حوالي 100 سنه. الحروب دي يا ابطال احنا بنقول عليها الحروب البونيه، بقول عليها الايه؟ الحروب البونيه. استمرت لمده 100 سنه، وقدرت عندك روما ان هي تنتصر على قرطاجه وتسيطر عندنا على جزء هنا يا شباب من شمال غرب قاره افريقيا.
خلي بالك ان المدينة دي مهمة جدا والحروب دي في غاية الأهمية. يبقى انت عندك تاني مرحلة من حروب روما هي حروبها مع قرطاجة اللي استمرت 100 سنة واللي بنقول عليها الحروب الايه؟ البونية. انتهت بهزيمة قرطاجة علشان تقدر روما بعد كده تسيطر عندنا على شمال غرب قارة افريقيا او جنوب غرب البحر المتوسط. خلي بالك ان الحروب دي، واكتبها علشان مش موجودة عندك، اسبابها سياسية واقتصادية، وهفهمك الكلام ده بعدين. يبقى انت عندك الحروب ما بين روما وما بين قرطاجة كان اسبابها ايه؟ تقول لي سياسية واقتصادية. الحروب دي استمرت قد ايه؟ استمرت 100 سنة. وده ان بيدل على قوة الاسطول الروماني، وكمان بيدل على قوة اسطول قرطاجة. فاكر واحنا بنتكلم عن الحضارة الفينيقية قلت لك ان انت عندك مدينة اهتمت ببناء الاساطيل الحربية اللي هي مدينة ايه؟ مدينة قرطاجة. خلي بالك ان انت عندك بعد ما روما خلاص اطمنت كده ان هي هتهزم مدينة قرطاجة، دخلت على طول في حروب مع مدينة مقدونيا. وهنا اصحابي ما احترموش الاسكندر الاكبر ولا احترموا ابوه فيليب المقدوني، دخلوا عندك في حروب مع مقدونيا وقدروا ان هم يهزموها، وبدأوا يتدخلوا في شؤون اليونان ويحولوا مدينة مقدونيا لولاية رومانية سنة كام؟ 148 قبل الميلاد. وبعدها بسنتين الرومان قال لا، مدينة مقدونيا دي مش كفاية، سيطروا على بلاد اليونان كلها سنة 146 قبل الميلاد. يبقى انت عندك دلوقتي الرومان قدروا يهزموا مدينة مقدونيا ويحولوها لولاية رومانية سنة 148 قبل الميلاد. بعدها بسنتين يسيطروا على بلاد اليونان بالكامل ويحولوها لولاية رومانية سنة 146 قبل الميلاد. بص على التاريخ ده كده وبص على الحروب البونية ما بين قرطاجة وما بين روما، برضو 146 قبل الميلاد. يعني الرومان كانوا بيحاربوا قرطاجة وبيحاربوا عندك اليونان في نفس الوقت، وده ان ده اللي بيدل على قوتهم. طب تعالى كده بص على الخريطة بعد اذنك. هو انا دلوقتي لما قلت لك ان الرومان سيطروا عندك هنا على بلاد اليونان او الاغريق، معنى كده ان انت عندك الرومان بعد سيطرتهم على الاغريق او بلاد اليونان اصبحوا هم المسيطرين تقريبا على الحضارات في قارة ايه؟ في قارة اوروبا. خلي بالك ان هم بعد ما يخلصوا على اليونان ويحولوا بلاد اليونان بالكامل لولاية رومانية تبدأ عينهم تروح ناحية الشرق. ناحية الشرق ناحية الحضارات القديمة. انا قايل لك قبل كده ان بلاد الشرق في الوقت ده كانت تحت حكم مين ومين؟ افتكر، هنا كانت تحت حكم الدولة السليوقية، هنا كانت تحت حكم دولة البطالمة. انا عايز اقول لك ان الرومان هيتجهوا الاول ناحية سوريا. يعني هنا لما يبدأوا يروحوا ناحية الشرق اول دولة هيصطدموا بيها هي الدولة السليوقية يا ابطال. ويقدر عندك الرومان ان هم يتدخلوا في سوريا ويحولوا سوريا بالكامل لولاية رومانية سنة 64 قبل الميلاد. بالله عليك اوعى تنسى اللي انا بقوله لك ده. يبقى اول صدام ما بين الرومان والحضارات اللي قامت هنا في الشرق كانت مع الدولة السليوقية. قدروا ان هم يحولوا عندك سوريا لولاية رومانية امتى؟ سنة 64 قبل الميلاد. وبعد ما خلصوا على سوريا خلاص ما فاضل لهمش غير مصر، ويقدروا كده ان هم يسيطروا على حضارات العالم القديم اللي قامت في الشرق بالكامل. فيبدأ عندك الرومان يتدخلوا في شؤون مصر في اواخر حكم دولة البطالمة، وتحصل عندك حرب ما بين انطونيوس وكليوباترا السبعة وما بين اكتافيوس، معركة اسمها اكتيوم البحرية. لما تنتهي عندك معركة اكتيوم البحرية وينتصر اكتافيوس وينتحر انطونيوس وكليوباترا السبعة، على طول مصر تتحول لولاية رومانية سنة 30 قبل الميلاد. وخلي بالك ان بسيطرتهم على مصر يا شباب اصبحت عندك روما هي سيدة
العالم القديم بلا منازع، يعني أقوى إمبراطورية في العالم ومحدش يقدر يقف قدامها، وشوية بشوية قدرت تسيطر على كامل الأراضي اللي بتطل على البحر المتوسط يا شباب، لدرجة إن إحنا بنقول إن البحر المتوسط أصبح عبارة عن بحيرة رومانية. ليه؟ لأن الرومان بيطلوا على البحر المتوسط من جميع الاتجاهات. يبقى احنا دلوقتي فهمنا ازاي مدينة روما الصغيرة توسعت وعملت عندنا الامبراطورية الكبيرة اللي احنا شايفينها دلوقتي. خلي بالك الخريطة مهمة، هنبدأ نرجع لها مع بعض واحنا شغالين في درسنا، مش هشرحها لك دلوقتي مرة واحدة. طيب ادينا دلوقتي اتكلمنا عن روما وتوسعاتها، هنتكلم في ايه بعد كده؟ اقول لك والله هنبدأ نتكلم عن مظاهر الحضارة الرومانية. والنهاردة بس يا ابطال احنا هناخد حاجة واحدة وهي الاحوال السياسية. طبعا انا عارف كل حضارة بتكلم عنها باخد احوالها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية والفكرية. هناخد بس الاحوال السياسية لان هي دي اللي جاية ان شاء الله في امتحان شهر مارس. طبعا انا عارف اول ما بقول لك حياة سياسية لازم بيجي في دماغك على طول ان ده نظام الحكم والادارة. بصوا يا ابطال، انت عندك نظام الحكم في مدينة روما مر ب3 مراحل زي مدينة اثينا بالظبط. مدينة اثينا لو تفتكر قلت لك اول نظام فيها كان نظام ملكي، بعد كده ارستقراطي، وبعد كده كان نظام ديمقراطي. انت عندك مدينة روما مرت هي كمان ب3 انظمة في الحكم. اول نظام فيهم يا شباب هو النظام الملكي، وده اللي تأسست عليه مدينة روما زي ما هنشوف. تاني نظام للحكم نظام بقول عليه نظام جمهوري، والتالت هو النظام الامبراطوري. احنا هنبدأ دلوقتي نتكلم عن كل نظام في ال3، وبعد ما نخلص كل نظام نرجع للخريطة علشان نشوف توسعات روما خلال حكم النظام ده، سواء بقى كان ملكي او جمهوري او امبراطوري. اول حاجة هنبدأ نتكلم عنها هو النظام الملكي. انا قلت لك ان النظام الملكي اتأسست معاه مدينة روما، يبقى تأسست روما على تقول لي على طول على النظام الملكي. يبقى اول نظام حكم في روما هو النظام الملكي. طب هو يعني ايه اصلا نظام ملكي؟ اقول لك والله النظام الملكي ده نظام قائم على حكم الفرد، فرد واحد هو اللي بيحكم اللي هو الملك، بتكون في ايده كل السلطات، سلطة دينية وقضائية وتشريعية وسياسية وعسكرية، كل حاجة حرفيا، وبيحكم مدى الحياة. ولما بيموت حد بيورث الحكم منه، سواء بقى ابنه او حد من اسرته. خلي بالك ان النظام القائم على حكم الفرد ده احنا بنقول عليه ابطال نظام ديكتاتوري، خلي بالك منها علشان مهمة. يبقى انت عندك النظام الملكي هو النظام الديكتاتوري. ليه؟ لانه نظام قائم على حكم الفرد، واحد بس هو اللي بيحكم. عرفتك ان اول نظام حكم في مدينة روما تقول لي على طول نظام ملكي. طيب تعالى كده نبدأ نشوف النظام الملكي ده بيتكون من ايه. انت عندك النظام الملكي بيتكون من 3 هيئات: ملك، مجلس شيوخ، وجمعية بقول عليها جمعية الأحياء. هنبدأ نتكلم عن ال3 دلوقتي ونفهمهم بشكل أكبر. أول حاجة عندنا يا أبطال هو الملك. الملك هو الشخص اللي بيحكم المدينة أو الدولة، وده في إيده كل السلطات، سواء بقى كانت سلطة دينية أو قضائية أو سياسية أو عسكرية. وأنا قايل لك قبل كده لما يكون عندنا هيئة واحدة هي اللي بتمتلك كل السلطات، يبقى النظام ده لم يعرف الفصل بين السلطات، ودي مهمة جدا. يبقى لم يعرف النظام الملكي الفصل ما بين السلطات. ايه الدليل؟ الدليل ان الملك في ايده كل حاجة، سلطة دينية وقضائية وسياسية وعسكرية كمان. خلي بالك ان الملك ده كان بيحكم مدى الحياة، ولو ما يموت او لو مات بنبدأ نختار نائب ليه يحكم لمدة 5 ايام. طب اشمعنى يعني 5 ايام؟ اشمعنى يعني المدة المحددة دي؟ قال لك والله المدة المحددة دي بتكون علشان نختار ملك جديد يحكم من بعده. يبقى انت عندك الملك يحكم مدى الحياة،
لما بيموت بنختار نائب يحكم بس لمدة 5 أيام، مدة محددة. ليه؟ يقول لك والله على ما نختار ملك جديد. طيب تاني حاجة عندنا بيتكون منها النظام الملكي هو مجلس الشيوخ، اللي احنا بنقول عليه يا شباب السناتو. وهنا اصحالي بالله عليك، انت عندك مجلس الشيوخ ده بيتكون من 300 عضو، كلهم من الارستقراطيين، يعني من الاغنياء. ايه ده؟ والفقراء مالهمش مكان؟ لا مالهمش مكان. طب مستر انت قايل لي قبل كده ان مجلس النواب في فينيقيا كان برضو بيدخلوا الاغنياء بس، وساعتها قلت لي ان ده دليل على التمييز الطبقي. هل نقدر نقول نفس الكلام على السناتو او مجلس الشيوخ؟ بالتاكيد يا ابني. ليه؟ لان انت عندك الطبقه اللي بيتكون منها مجلس الشيوخ او السناتو هي الطبقه الارستقراطيه، يعني الاغنياء. يبقى هنا مجلس الشيوخ بيوضح ايه؟ تقول لي بيوضح التمييز الطبقي بين افراد المجتمع. طب لو قال لي سؤال مقالي اقول له والله لانه يتكون من 300 عضو كلهم من الطبقه الارستقراطيه. خلي بالك ان مجلس الشيوخ ده كانت سلطته سلطه استشاريه. يعني ايه استشاريه؟ يعني لو الملك عايز ياخد قرار في حاجه ياخد راي مجلس الشيوخ. طب مستر هو فيها حاجة يعني لو الملك ما رجعش لمجلس الشيوخ؟ لا عادي، في ملوك كتير كانوا بيعملوا اللي هم عايزينه من غير ما يرجعوا لمجلس الشيوخ، ولكن ساعتها مجلس الشيوخ كان بيتقمص شوية، كان بيقول على الملوك اللي بياخدوا القرارات من غير ما يرجعوا له ان هم قال ايه؟ بيتعدوا على التقاليد الرومانية. وخلي بالك من الكلمتين دول علشان هحتاجها كمان دقيقة. يبقى انا دلوقتي فهمت مجلس الشيوخ او السناتو 300 عضو كلهم من الطبقة الارستقراطية، سلطته سلطة استشارية. هنا لما الاغنياء بس هم اللي بيدخلوا مجلس الشيوخ تقول لي ده دليل على التمييز الطبقي بين افراد المجتمع. ثالث حاجة بيتكون منها عندنا يا شباب النظام الملكي هي جمعية بقول عليها جمعية الأحياء. خلي بالك جمعية الأحياء دي هي كمان سلطتها سلطة، اكتبها بعد إذنك، استشارية. يا مستر أنا مش فاهم يعني إيه أصلا جمعية الأحياء. أقول لك والله جمعية الأحياء زي مجلس الشعب النهاردة. هو احنا مش النهارده كل 4 أو 5 سنين بيحصل انتخابات وبنبدأ نختار واحد من المنطقة اللي عندنا علشان يدخل مجلس الشعب ويتكلم مع الحكومة باسمنا ويعرفهم مشاكلنا؟ أو كذلك جمعية الأحياء. انت عندك روما زمان كانت بتتكون من 30 حي، يعني 30 منطقة أو شارع، واندمجوا بعد كده وأصبحوا 3 بس يا أبطال. فانت عندك الملك كان بيجيب من كل حي او من كل منطقة واحد عارف مشاكل الشعب وعارف الامور اللي بتهم الشعب، ويبدأ يأمرهم بالاجتماع ويقعد معاهم علشان يناقش معاهم الامور اللي بتهم مين؟ اللي بتهم الشعب. يبقى انت عندك جمعية الاحياء كانت عبارة عن مجلس شعبي، اعضاؤه بيجتمعوا بامر من مين؟ بامر من الملك. ليه؟ تقول لي علشان يناقشوا الامور اللي بتهم الشعب. يبقى جمعية الأحياء سلطتها تقول لي سلطة استشارية، وبالله عليك اوعى تنساها علشان دي في غاية الأهمية. طب ما النظام الملكي نظام جميل اهوت، والملك بيقعد مع مجلس شعبي ويبدأ يناقش الأمور اللي بتهم الشعب. ايه اللي حصل بقى أدى إلى نهاية النظام الملكي؟ اقول لك والله اللي حصل ان الاغنياء الارستقراطيين اللي بيتكون منهم مجلس الشيوخ هيقرروا ان هم يعملوا ثورة على مين؟ على ملك اسمه الملك تركوينوس، اسمه تركوينوس. طب مستر معلش هو ليه الارستقراطيين هيعملوا ثورة على الملك تركوينوس؟ قال لك والله لان الارستقراطيين بيقولوا ان الملك تركوينوس لم يكن يهتم بمعاناة شعبه، وقال ايه؟ بيقولوا ان هو بيتعدى على التقاليد الرومانية. لسه قايل لك من دقيقة انت عندك الملك لما كان بيعمل اي حاجة من غير ما يرجع لمجلس الشيوخ، مجلس الشيوخ كان بيتقمص منه وبيقول عليه ان هو بيتعدى على التقاليد الرومانية. فانت عندك الارستقراطيين راحوا عملوا ثورة على الملك تركوينوس وقالوا ان هو بيتعدى على التقاليد الرومانية. انا عايز اقول لك ان انت عندك الارستقراطيين لما عملوا الثورة دي
كانت ثورتهم لاجل حاجه تانية خالص، وهي ان هم عايزين يوزعوا السلطه بتاعت الملك عليهم. يعني ايه؟ يعني يعملوا نظام حكم جديد، بدل ما تكون السلطه فيه في ايد الملك، لا تبقى في ايد مجلس الشيوخ. يعني معنى كده ان ثورتهم اللي عملوها باسم الشعب كانت ثوره لتحقيق مصالح شخصيه. الله ينور عليك. طب تعالى كده نبدأ نشوف الكلام ده ونطبقه. يبقى احنا فهمنا ان تم اسقاط النظام الملكي على يد مين؟ تقول لي على يد الارستقراطيين. عرفتك ان الارستقراطيين عملوا ثورة على مين؟ على الملك تركوينوس. وينتهي عندنا النظام الملكي عام 510 قبل الميلاد، ويعملوا له نظام حكم جديد وهو النظام الجمهوري. ولكن قبل اي حاجة انا عندي هنا حتتين بس مهمين. اول حاجة، هو مين اللي اسقط النظام الملكي في حكم أثينا؟ افتكر كده، تقول لي برضو الارستقراطيين. يعني معنى كده ان الارستقراطيين هم اللي اسقطوا النظام الملكي في أثينا، وهم برضو اللي اسقطوا النظام الملكي فين؟ في روما. ادي اول حاجة انا عايزها. تاني حاجة، ارجع معايا يا بطل للخريطة بعد اذنك. تعالى كده نبدأ نشوف توسعات روما اثناء النظام الجمهوري، معلش اثناء النظام الملكي. لما تيجي تبص هنا كده على الخريطة يا شباب، هتلاقي ان انت عندك روما ما توسعتش خارجيا خلال النظام الملكي، لا ده انت عندك روما خلال النظام الملكي كل اللي هي عملته ان هي سيطرت على شبه جزيرة ايطاليا. يعني معنى كده لم تعرف روما التوسعات الخارجية في ظل حكم نقط، تقول لي النظام الملكي على طول. ودي اول حاجة معانا في الخريطة هنتكلم عنها. طيب تعال نبدأ نتكلم بقى عن النظام الجمهوري، وبعد كده نرجع للخريطة بتاعتنا تاني يا أبطال. أنا لسه قايل لك حالا إن أنت عندك النظام الجمهوري مين اللي هيعمله؟ الأرستقراطيين اللي هم الأغنياء، لما يعملوا ثورة على الملك تركوينوس. وقلت لك إن أنت عندك الثورة دي هتكون لتحقيق مصالح شخصية. طب بص بقى، أنت عندك النظام الجمهوري ده عبارة عن نظام حكم قائم على أساس تقسيم السلطات. يعني إيه؟ يعني هنقسم السلطة اللي كانت في إيد الملك بس على هيئات مختلفة. يعني ناس تتكلم في السياسة، يبقى دول مسؤولين عن الشؤون السياسية، ناس مسؤولين عن الشؤون الاقتصادية، ناس مسؤولين مثلا عن الشؤون العسكرية، وهكذا. يبقى النظام الجمهوري هو نظام قائم على تقسيم السلطات وتوزيعها على هيئات مختلفة. طب مستر، هو النظام الجمهوري بيتكون من ايه؟ اقول لك بيتكون عندنا من 4 هيئات، وبالله عليك اصحى لي فيهم قوي. اول حاجة بيتكون منها النظام الجمهوري هم القنصلان. فاكر الملكان بتوع سبارتا؟ اهي دي حاجة كده شبهها. القنصلان دول عبارة عن 2 بيتم انتخابهم كل سنة. يعني كل سنة بتحصل انتخابات وبيتم اختيار ايه؟ القنصلان. ليه؟ علشان يحكموا عندك روما. خلي بالك بقى ان اللي كان بينتخب القنصلان دول هم الشعب. يعني معنى كده ان القنصلان كان بيتم انتخابهم مباشرة بواسطة الشعب. قال لا، طب ما دي حاجة حلوة يا مستر. النظام الجمهوري ادى عندنا للشعب الحرية، وكمان اداله ديمقراطية لان اصبح عندنا انتخابات. اقول لك اصبر ما تستعجلش. انت عندك تاني حاجة بيتكون منها النظام الجمهوري هي مجلس الشيوخ. مجلس الشيوخ 300 عضو، السيناتو الارستقراطيين هم بتفاصيلهم بغبائهم ببابا غنوجهم كمان. تعال، انت عندك مجلس الشيوخ هنا بيختلف خالص عن مجلس الشيوخ ايام النظام الملكي. ليه؟ اقول لك والله لان مجلس الشيوخ ايام النظام الملكي ما كانش في ايده اي سلطة، دي كانت سلطته لو تفتكر ايه؟ استشارية. انما هنا بقى مجلس الشيوخ ايام النظام الجمهوري كان في ايده كل السلطات. كان في ايده عندك السلطة السياسية والتشريعية والاقتصادية والعسكرية كمان. الله، امال انت كده اختلفت ايه عن النظام الملكي؟ ولا اي حاجة. النظام الملكي كان الملك هو اللي في ايده كل السلطات، والنظام الجمهوري مجلس الشيوخ هو اللي في ايده كل السلطات. يعني معنى كده برضو النظام الجمهوري لم يعرف الفصل بين السلطات.
طب ليه لم يعرف الفصل بين السلطات؟ لأن السلطات كلها كانت في إيد مجلس الشيوخ. يعني معنى كده مجلس الشيوخ أيام النظام الملكي بيختلف عن مجلس الشيوخ أيام النظام الجمهوري في السلطات التي يمارسها. مجلس الشيوخ أيام الملكية كان عبارة عن مجلس استشاري، الملك ياخد رأيهم أو ما ياخدهوش. أما هنا مجلس الشيوخ أيام النظام الجمهوري كانت في إيده كل حاجة، في إيده كل السلطات زي ما فهمتك. طيب تالت حاجة بيتكون منها النظام الجمهوري هي جمعية بقول عليها جمعية القبائل، شبه جمعية الأحياء اللي اتكلمنا عنها من شوية. انت عندك جمعية القبائل هي تطور للجمعية الشعبية. فاكر الجمعية الشعبية اللي احنا خدناها في سبارتا لما قلت لك كانت بتصوت بالقبول او بالرفض على قرارات مجلس الشيوخ؟ اركن ده كله. انت عندك جمعية القبائل كانت عبارة عن مجموعة من الناس بيجتمعوا بناء على دعوة احد نقباء العامة. مين نقباء العامة دول يعني يا مستر؟ اقول لك والله نقباء العامة دول عبارة عن مجموعة من الناس هم همزة الوصل ما بين الحكومة او ما بين اللي بيحكموا المدينة وما بين عامة الشعب. بيبدأوا يبلغوا الناس اللي بتحكم المدينة بمشاكل العامة، وبيبدأوا ياخدوا منهم القرارات ويوصلوها لعامة الشعب. يعني معنى كده ان انت عندك نقباء العامة دول عبارة عن همزة الوصل ما بين الدولة وما بين العامة. كل اللي هم بيعملوه ان هم بينقلوا مشاكل العامة لحكام المدينة ويبدأوا يبلغوا العامة بأوامر الحكومة ويخلوا بالهم ان الناس بتنفذ. يعني معنى كده ان احنا عندنا هنا نقباء العامة ليهم سلطة تنفيذية، ودي مهمة ومش هتلاقيها غير مع العبد لله فاكتبها. يبقى انت عندك نقباء العامة كان ليهم ايه؟ سلطة تنفيذية. يبقى تاني كده راجع معايا النظام الجمهوري. النظام الجمهوري قلت لك بيتكون من 4 حاجات: قنصلان، مجلس شيوخ، جمعية قبائل، واخر حاجة عندنا هي نقباء العامة. قلت لك ان انت عندك القنصلان كان بيتم انتخابهم كل سنة بواسطة الشعب. قلت لك ما تتسرعش وتحكم ان النظام الجمهوري كان كويس بسبب الديمقراطية اللي اداها للشعب. طب ليه؟ لان انت عندك مجلس الشيوخ كان في ايده كل حاجة يا حبيبي، يعني ما يختلفش كتير عن النظام الملكي. قلت لك ان مجلس الشيوخ في النظام الملكي بيختلف عن مجلس الشيوخ في النظام الجمهوري في السلطة اللي بيمارسها. جينا بعد كده اتكلمنا عن جمعية القبائل، قلت لك دي تطور لحاجة اسمها الجمعية الشعبية. عرفتك ان انت عندك جمعية القبائل كانت بتعقد بناء على ايه؟ دعوة احد نقباء العامة. نقباء العامة دول همزة الوصل ما بين الناس اللي بتحكم وما بين عامة الشعب، سلطتهم سلطة تنفيذية. خلي بالك بقى ان انت عندك النظام الجمهوري ما كانش ديمقراطي بشكل كامل زي ما جه في دماغك. طب ليه يعني يا مستر؟ ما هو في انتخابات بتحصل يبقى اكيد نظام ديمقراطي. يا عم ما تتسرعش واصبر. انت عندك عامة الشعب، الناس الفقراء البسيطة، لما كان بيحصل انتخابات ما كانوش بيختاروا واحد منهم كده حاسس بمشاكلهم، لا، ما كانش عندهم ثقة في نفسهم. فلما كانت بتحصل انتخابات كانوا بيروحوا يختاروا او ينتخبوا الناس الاغنياء اللي هم الاشراف. فعلشان كده فضلت عندك جميع السلطات في النظام الجمهوري في يد الأغنياء، أما عامة الشعب طلعوا من المولد بلا حمص. يعني معنى كده إن أنا عندي النظام الجمهوري لم يكن ديمقراطي بمعنى الكلمة بسبب عدم ثقة العامة في أنفسهم، ودي مهمة. يبقى انت عندك النظام الجمهوري ليه ما بقاش ديمقراطي بشكل كامل؟ لان انت عندك عامة الناس لما كان بيحصل انتخابات ما كانوش بيختاروا واحد فقير زيهم يعرف مشاكلهم ويعبر عنها، لا، دول كانوا بيروحوا يختاروا واحد من الاغنياء. فده ادى
الى ان كل السلطات في النظام الجمهوري تفضل في يد الاغنياء، والعامه صباح الفل مش موجودين. يبقى استولى عندك الاشراف اللي هم الاغنياء على جميع المناصب، ولم يكن للعامه نصيب منها. لذلك فضل عندنا النظام الجمهوري هو نظام قائم على حكم الاغنياء، يعني نظام ايه يا ابطال؟ نظام ارستقراطي. طب مستر، هو النظام الجمهوري انتهى ازاي وتحول بعد كده لنظام امبراطوري؟ اقول لك قبل ما احكيها لك وافهمها لك، ارجع معايا للخريطه. تعال الاول نشوف توسعات روما اثناء النظام الجمهوري. انت عندك روما اثناء النظام الجمهوري لما تيجي تبص كده بسم الله ما شاء الله توسعت وبزياده. انت عندك روما في خلال النظام الجمهوري سيطرت عندك على اليونان، مقدونيا وبلاد اليونان بالكامل. انت عندك روما اثناء الحكم الجمهوري او النظام الجمهوري سيطرت على مصر، ودي مهمه بالله عليك اوعى تنساها. انت عندك روما اثناء الحكم الجمهوري سيطرت على قرطاجه. وتعالى هو انت عندك قرطاجه نظام الحكم اللي فيها كان نظام ايه؟ افتكر، نظام جمهوري. ودلوقتي انا بقول لك ان روما قدرت ان هي تستولي على قرطاجه امتى؟ تقول لي برضو اثناء الحكم الجمهوري. يعني معنى كده بص تشابه او تتشابه ايه روما مع قرطاجه اثناء الحروب البونيه في نظام الحكم السائد. اكتبها بالله عليك والله ما هتلاقي غير مع العبد لله. يبقى انت عندك تاني نظام الحكم في روما وفي قرطاجة اثناء الحروب البونية كان متشابه. ليه؟ لان انا عندي روما قدرت تسيطر على قرطاجة خلال العصر الجمهوري، ونظام الحكم اياميها في قرطاجة كان برضو نظام جمهوري. طيب روما كمان قدرت ان هي تسيطر على العراق امتى؟ اثناء برضو النظام الجمهوري. يعني معنى كده ان روما قدرت تسيطر على حضارات العالم القديم فين؟ في الشرق خلال النظام الجمهوري او الحكم الجمهوري. الحاجات دي كلها مهمة، بالله عليك اكتبها لي واصحى لي فيها قوي. طيب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن النظام الامبراطوري. ابدأ افهمك ازاي اتحول نظام الحكم عندنا من نظام جمهوري لنظام امبراطوري. بص يا عم، انت عندك النظام الجمهوري زي ما فهمتك كان قائم على حكم الاغنياء اللي هم الارستقراطيين. في الوقت ده يا شباب هيطلع عندنا واحد اسمه يوليوس قيصر، ويوليوس قيصر ده يتقتل زي ما احنا عارفين، ويجي بعد منه اكتافيوس، وكمان أنطونيوس وكليوباترا السبعة. أنطونيوس وكليوباترا السبعة هيدخلوا في حرب مع أكتافيوس اللي هي معركة أكتيوم البحرية، وأكتافيوس يقدر يهزم أنطونيوس في معركة أكتيوم البحرية، وأنطونيوس يقرر إن هو ينتحر. كليوباترا تقول له والله ماليش عيش من بعدك يا حبيبي، فتنتحر هي كمان. أهو لما تنتحر كليوباترا السبعة وتنتهي عندنا دولة البطالمة، يطلع عندنا مجلس الشيوخ اللي هو السيناتو اللي احنا لسه متكلمين عنه، ويدي أكتافيوس لقب جديد وهو لقب أغسطس. يعني ايه أغسطس؟ يعني المسيطر على كل شيء. يعني معنى كده ان احنا عندنا المجلس الشيوخ هو اللي هيحول نظام الحكم بايده من نظام جمهوري الى نظام امبراطوري، لما يدي عندنا لقب اغسطس لمين؟ لاكتافيوس. وبكده يبقى اكتافيوس هو المسيطر على كل شيء، ويتحول الى اول امبراطور روماني. يبقى انت عندك القصه كالاتي، فهمتك ان انت عندك اكتافيوس هيدخل في حرب ضد انطونيوس اللي هي معركة اكتيوم البحرية. يقدر اكتافيوس ان هو ينتصر على انطونيوس، ينتحر انطونيوس من وراء كليوباترا السبعة، وكده خلاص يقدر اكتافيوس ان هو يسيطر على مصر سنة 30 قبل الميلاد. ساعتها يطلع مجلس الشيوخ ويقرر ان هو يدي اكتافيوس لقب جديد وهو اغسطس. يعني اغسطس؟ المسيطر على كل شيء في الدولة. وبكده يتحول عندي اكتافيوس الى اول امبراطور روماني. خلي بالك بقى
ان اغسطس او اكتافيوس يا شباب بعد ما اصبح خلاص اول امبراطور روماني سنة 27 قبل الميلاد يفكر ويعرف ان امن روما مش هيتحقق غير عن طريق 4 حاجات. يعني ايه؟ يعني الحروب اللي الرومان عمالين يعملوها ضد بعض زي اكتافيوس وانطونيوس وغيره مش هتنتهي ويتحقق الامن لروما غير لما ينفذ 4 حاجات. طب ايه هم ال4 حاجات دول؟ قال لك والله اكتافيوس كان شايف ان هو لازم ينهي الانقسامات ما بين القادة العسكريين الرومان علشان ما تحصلش حرب جديدة زي الحرب اللي لسه خلصانة ما بينه وما بين أنطونيوس، وكمان يخليهم كلهم يلتفوا حوله. يعني عايز يكسب ثقة القادة العسكريين في الجيش. ليه؟ علشان يحقق أمن روما. وكمان هيبدأ يفكر ان هو لازم يرجع الامن لكل انحاء الامبراطورية الرومانية. ليه؟ علشان يحقق امن روما. وكمان اكتافيوس هيكون شايف انه لازم يحافظ على جميع املاك الامبراطورية الرومانية. خلي بالك الحتة ديت مهمة قوي. ليه؟ لان كده اكتافيوس هيحافظ على مكتسبات العصر الجمهوري. ما احنا لسه فاهمين ان روما اثناء العصر الجمهوري سيطرت على مناطق كتير جدا، من ضمنها الحضارات القديمة هنا في الشرق واليونان وقرطاجة وغيره. فهو عايز يحافظ على املاك الامبراطورية الرومانية سواء في الشمال يعني في اوروبا او حتى عندنا هنا في بلاد الشرق. يبقى تخلي بالك من هو اللي حافظ على مكتسبات العصر الجمهوري، تقول لي ساعتها اغسطس او اكتافيوس. وكمان هيبدأ اكتافيوس يشوف ان هو لازم يحقق العدالة الاجتماعية للمواطنين الرومان علشان يضمن امن روما، يضمن ان مفيش ثورات هتحصل من عامة الشعب. خلي بالك ان لكل قصة نهاية، وكل دولة قوية لازم بيجي عليها وقت وتضعف وبيجي عليها وقت وتنهار تماما. وهو ده اللي حصل معانا في الدولة الرومانية يا شباب أو الإمبراطورية الرومانية. هبدأ بس أحكي لك قصة السقوط ونبدأ نشوف توسعات روما خلال العصر الإمبراطوري. أنت عندك روما يا شباب بداية النهاية فيها كانت سنة 395 قبل الميلاد. اكتب لي كده عندك بعد إذنك أواخر القرن الرابع الميلادي. طب اشمعنى يا مستر التاريخ ده بالذات؟ اقول لك والله لان سنة 395 ميلاديا هتنقسم الامبراطورية الرومانية الى قسمين. قسم بنقول عليه الامبراطورية الرومانية الغربية، وقسم تاني بقول عليه الامبراطورية الرومانية الشرقية او الدولة البيزنطية. خلي بالك احنا واخدين الجزئية دي في اول درس في التاريخ في الترم الاول. الامبراطورية الرومانية الغربية عاصمتها هتكون مدينة اسمها مدينة روما، ودي هتسقط سنة 476 ميلاديا على يد البربر. وساعتها قلت لك ان بسقوط روما بتنتهي معانا العصور الايه؟ افتكر كده القديمة. الله ينور يا بطل. خلي بالك بقى ان بسقوط مدينة روما تنتهي معانا للأسف آخر حضارات العالم القديم. أما عندنا بقى الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية، دي عاصمتها مدينة اسمها مدينة القسطنطينية، ودي اللي هيقدر يفتحها هو السلطان محمد الفاتح أو محمد الثاني. الدولة العثمانية أبطال. وبدخول السلطان محمد الثاني أو محمد الفاتح لمدينة القسطنطينية تنتهي معانا الإمبراطورية الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية يا شباب سنة 1453 ميلاديا، يعني تقريبا كده بعد حوالي 1000 سنة من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية. اللي يهمني هنا هو التاريخ ده 395 ميلاديا هو بداية نهاية الإمبراطورية الرومانية. طب ليه ده يعتبر بداية نهاية الإمبراطورية الرومانية؟ لأن الإمبراطورية هتبدأ تنقسم لإمبراطورية رومانية غربية وكمان إمبراطورية رومانية شرقية. هاخد بس التوسعات يا شباب في العصر الإمبراطوري وكده يبقى احنا فنشنا بس الجزئية بتاعت النهاردة. بص كده معايا على الخريطة بعد إذنك. انت هتلاقي عندك روما
اثناء العصر الجمهوري سيطرت على مناطق كتير سواء في اوروبا او هنا يا شباب. بص لي كده بعد اذنك. مش عايز تمسح ليه؟ بص كده يا شباب. روما اثناء العصر الامبراطوري سيطرت عندنا هنا على مناطق في اوروبا، سيطرت هنا على مناطق في شمال غرب اوروبا، وسيطرت على المنطقه دي يا شباب عند البحر المتوسط. وان انا عندي سؤالين مهمين راجع لها اصلا مخصوص. واحد، اصبح البحر المتوسط بحيره رومانيه امتى؟ في انهي عصر؟ تقول لي خلال العصر الامبراطوري. طب ليه يا مستر ما قلتش خلال العصر الجمهوري وانت شارح لي في اول الدرس ان بسقوط مصر اصبحت روما سيدة العالم القديم واصبح البحر المتوسط بحيرة رومانية؟ الله ينور، بتفهم. ولكن بص لي هنا كده بعد اذنك. الجزئية دي احتلها الرومان في العصر الامبراطوري، يبقى معنى كده ان هم سيطروا على كامل الاراضي اللي بتطل على البحر المتوسط خلال العصر الامبراطوري. ودي مهمه جدا جدا، بالله عليك اوعى تنساها. يبقى حقق الرومان السيطره الكامله على جميع الاراضي المطله على البحر المتوسط امتى؟ تقول لي خلال العصر الامبراطوري. وبكده اللهم لك الحمد نكون خلصنا الجزئيه دي. ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي واحنا بنفنشها مع بعض يا ابطال. دمتم موفقين.